ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض طريقه الجلاش. طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي اختراعات. ماشي يا حبايبي، انا هنا معايا ربع كيلو لحمه، وطبعا حط عليه توابل اللحمه والمرقه السايبه. ماشي، وفلفل الوان وفلفل حامي ومعلقه سكر صغيره. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه مع معلقة سمنة او زيت، اي مادة دهنية حضرتك تستخدميه. وهنا خلاص اللحمة بتاعتي انا استوت والبصلة دبلت، وبعد كده نزلت بحبة شبت وحبة كزبرة خضرة. انا بحب احطها الصراحة، بتدي ريحة جميلة كده مع معلقة التومة الصغيرة. صراحة ربنا كانت ما شاء الله. وهنا معانا القالب اللي هو المربع. هنا طبعا اللبن، حط سنة شطة وسنة فلفل اسمر، وحطيت حبة جبنة ماشي ده طبعا احنا هنحطه في ونص معلقة مرقة. وهدهن هنا معايا خليط من السمنة البلدي ومعلقتين زيت. هدهن الصينية كويس عشان ما تلزقش مننا طبعا. ومعانا هنا عصجنا اللحمة طبعا، ونسمي بسم الله ونجيب لفة الجلاش اهو يا حبايبي، ونحط كل ورقتين مع بعض، ورقتين اتنين ماشي. هي المقاس اكبر قالب في الثلاثة. وصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا هدهن كل طبعا ورقتين، لازم ادهن الخليط اللي انا عاملاه سمنة مع زيت. الزيت طبعا هنا بيخليها تبقى مقرمشة وحلوة، والسمنة طبعا البلدي بتديها ريحة وطعم جميل. انا معلش يا حبايبي جريت لكم الفيديو عشان هو كان طويل والنور قطع، وكانت بصوا الدنيا بايظة. اللهم لك الحمد والشكر. اهو طبعا انا حطيت نص لفة الجلاش من تحت، وهحط نصها من فوق، وهنزل باللحمة وافردها كويس. وانا ما مكتراش يا حبايبي، وانا بدهن طبعا بالفرشة بوزع السمنة، ما بكترش المادة الدهنية عشان ما تبقاش تقيلة طبعا. واللحمة لسه فيها السمنة بتاعتها وكل السوائل اللي فيها طبعا هتنزل. بصوا بسم الله ما شاء الله، والله ده يا حبايبي اقل من ربع كيلو لحمة. فبركة ربنا، اللهم لك الحمد والشكر. بركة ربنا كتير. وهنا الخليط يا حبايبي اللي انا عملته لبن وجبنة وسنة شطة وسنة فلفل اسمر وحبة مرقة فورية. بصوا كان طعمها بسم الله ما شاء الله. اللبن مدي الخلطة بتاعت اللحمة طعم جميل جدا يا حبايبي، وجربوها بإذن الله هتعجبكم. وكانت خفيفة وحلوة. بصوا، وهكمل طبعا فرد باقي لفة الجلاش، والجوانب دي طبعا هتنيها. وهنا يا حبايبي انا كبيت باقي خليط اللبن بالجبنة بالتوابل، حطيتهم على الوش. وادينا هقطع الصينية. لازم نقطع الجلاش يا حبايبي قبل ما ندخله الفرن، اسهل واحسن، وعشان الخليط يدخل بين كل قطعة والتانية، يدخل الخليط بتاعنا. وهنا يا حبايبي بصوا طلعت، ومعلش سامحوني ان انا كنت اقطع منها لان النور قطع. وفي ناس والله يا حبايبي دخلت عليا في مليون هنا للي داق منها، وكانت ما شاء الله تحفة. وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبنا الحلوين. ويا رب ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة، واسيبكم على خير واشوفكم على خير ومع الف مليون سلامة. ومعلش يا حبايبي ده كان الشكل النهائي، والحبة اللي اتبقت دولة زي الفل، والف هنا على اللي دقها وكل منها، وبصحتين وعافية على قلبه. واشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة، ومع الف مليون سلامة يا حبايب قلبي. باي باي.